من زمان واحنا صغيرين كنا دايما نسأل عن الأهرامات دي اتبنت ازاي واتبنت ليه أصلا. وكانت دايما الإجابة الأهرامات دي مقابر لملوك الفراعنة، وطبعا الفكرة فضلت معانا لغاية ما كبرنا. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الأهرامات وإنها كانت أكبر مشروع على وجه الأرض أيام الفراعنة. أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. لو أول مرة بتسمعني ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ده شيء يشرفنا. هل من الصدفة والبساطة نقل 30 مليون طن من الحجارة مسافة 1000 كيلو لبناء مقابر؟ أكيد موضوع بناء الأهرامات ده كان وراء شيء عظيم، وبعد بحث كتير في الموضوع ده اتأكدنا إنها كانت مصدر طاقة للكهرباء المجانية. كهرباء مجانية إزاي؟ بس هقولك إزاي. عارفين تسلا؟ مش العربية، نيكولا تسلا. ده عالم ومخترع واتسرق منه مشاريع كتير لأنه قرر زمان يعيد اكتشاف الكهرباء المجانية بواسطة الأبراج. نفس فكرة الأهرامات بالظبط. نيكولا تسلا اتحارب وشبه اختفى في ظروف غامضة بمجرد إنه يطلع بره فكرهم. تخيل معايا كده كهرباء مجانية من مصادر الشمس والرياح والماء. الأهرامات ما كانتش مجرد مقابر، الأهرامات كانت أكبر مشاريع الفراعنة لأنهم كانوا دايما متفوقين في الحضارة. الأهرامات اتسرق من جواها حاجات كتير ليها علاقة بإنها مش مقبرة، زي كريستالات ومواد نحاسية وأجهزة ليها علاقة بالطاقة. الأهرامات مش بس في الجيزة، الأهرامات في كذا مكان على الأرض، لكن أكبرهم هي أهرامات الجيزة. عرفنا الأهرامات اتبنت ليه. طيب إزاي الأهرامات اتبنت؟ ده بقى السؤال اللي كل الناس مش عارفين محتارين فيه، لأن سر بناء الأهرامات صعب التفكير فيه. آراء بتقول إنهم اتبنوا بمساعدة الجن، وآراء تانية بتقول لأ، هم أكيد توصلوا لتكنولوجيا متطورة قدروا يبنوا بيها الأهرامات دي. وناس تانية بتقول إنها أصلا من قبل الفراعنة ومن أيام الجن لما كانوا عايشين على الأرض من قبلنا، والعلم عند الله. وبكده نكون خلصنا المحتوى النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. أشوفكم في محتوى جديد. سلام.